الحقيقه ان ترميم المستشفيات واعاده تاهيل البنيه التحتيه ليها ده تحدي. وزاره الصحه مستمره في العمل وان يكون لدينا بنيه تحتيه صحيه قويه. ولما بنتكلم على البنيه التحتيه فوزاره الصحه لا تقتصر زي ما قلت لحضرتك، لا تقتصر ابدا على المنشات، ولكن بنتكلم عن بنيه تحتيه معلوماتيه، ان يكون كل الداتا وكل الاجراءات الجراحيه متسجله في حتى لو على كارت ممغنط، حتى لو على فايل متكود على الكمبيوتر. الحقيقه ان الاشياء دي مهمه جدا. يمكن بره لا تسامح ابدا في ان احنا يكون في معلومه عن مريض ان احنا دايما نغفلها، ولكن دايما في حتى عندما نتحدث عن السياحه العلاجيه ووزاره الصحه نحن نتحدث عن بنيه تحتيه معلوماتيه تضم كل المعلومات الطبيه الخاصه سواء بالمريض المصري او بالسائح اللي جه اجرى اي اجراء صغير حتى في الدوله المصريه. حتى لو اكتشف ان هو عنده حساسيه بسيطه من دواء معين لابد ان هو يسجل في فايل مميكن لهذا السائح او للمريض المصري. تأثير المسألة دي ايه يا دكتورة مريم؟ ده قاتلة، دي نقطة قاتلة يا فندم. يعني خليني ادي حضرتك مثال. لو مريض مصري، هنتكلم حتى عن مريض مصري عنده حساسية من مضاد حيوي معين، وهذا المريض يقطن في اسكندرية ثم توجه الى اسوان وحصلت له حادثة مثلا او دخل المستشفى طوارئ او هيعمل زي ده واضطر ان هو ياخد مضاد حيوي. لو المعلومة دي مش موجودة واخد المضاد الحيوي اللي لديه تحسس منه هتؤدي الى الوفاة. فهذه المعلومات الطبية مهمة جدا جدا، ان انا دايما يبقى عندي فايل متكامل عن فصيله الدم، عن المواد اللي بتسبب تحسس، عن الادويه اللي يحظر اعطائها لهذا المريض. وطبعا في السائحيه نفس الكلام، لازم يكون عندي الفايل بتاعه وان انا دايما اغذي هذه شبكه المعلومات الطبيه بشكل مستمر. يمكن الجزئيه اللي بتتكلم فيها دكتوره مريم موجوده في كل دول العالم، مساله ان هو رقم واحد، رقم قومي واحد لكل شخص في كل المعلومات اللي تخصه كل حاجه في حياته، يعني مش ارقام كتير، يعني هو رقم قومي واحد بقى، حالته الصحيه والمرور وساكن فين وكل حاجه، يعني الهويه الصحيه كل حاجه زي الرقم القومي بالظبط كده بالظبط. وده اهميه الميكنه بقى، الميكنه اللي موجوده. ويمكن دكتوره مريم لو حتى يبقى 100 مليون صحه سهلت المساله دي. اكيد طبعا بدون شك 100 مليون صحه اثرت الوزاره بكثير جدا من الداتابيز وقواعد البيانات، ولكن ايضا احنا عايزين هويه صحيه زي ما حضرتك قلت، زي الرقم القومي في اي وقت اقدر زي تبقى موجوده في المحفظه مع المواطن المصري او مع السائح حتى بمجرد ان تطأ قدمه الاراضي المصريه. هذا الكارت او الهويه تقدر تديني كل البيانات في لحظه، لان دايما حضرتك اكتر مشكله بتقابلنا هي الطوارئ.